من حي لآخر ومن عائلة إلى أخرى تتنقل السيدة صباح التي توفي زوجها في حادث سير تيشكا. تعيش دون مسكن خاص بها في ظروف صعبة رفقة 4 من أبنائها. ما عندي لا سكنة لا صنعة، ما عنديش نيفو ديال المدرسة باش نخدم بهم، ما عندي كي ندير حتى نخدم بهم، ما عندي كي ندير حتى نخدم بهم، ما عنديش ديال المدرسة كيقراو خصني نديهم ونجيبهم، وعندي هادو كندير بهم باش نوكلهم باش نشربهم باش نكسيهم. انا دابا متشردة انا وولادي متشردة، ما عندي لا حتى حاجة حتى ما عندي. تقارب ربيعها 30. صباح تعاني من انعدام مدخول قار لها، معاناة تزداد مع تأخر إجراءات ملف حادثة زوجها مثلما شأن كل المكلومين. الملف ديال هذيك السيدة باقي عند المحامي، وهاد المساطر القانونية راه معقدة، ولحد الآن ما عرفناش واش هاد المساطر هادي غادية في المسيرة ديالها ولا لا، لحقاش أغلبية تيقول أن الكار هاز أكثر من قياسه. صباح وأبناؤها ليسوا سوى نماذج لعدة أرامل وأيتام فقدوا معيلهم وأصبحوا رهن انتظار جديد ملفاتهم أو ما قد يجود به المحسنون.